بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كامل تكونوا بخير، يلقاكم وصفات بخير بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. نقول للتلاميذ الأعزاء عطلة سعيدة إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي. اللي ما نجحش ولا اللي ما جابش معدل مليح إن شاء الله يعودوا في الفصل الثاني، واللي نجحوا نقول لهم إن شاء الله كذلك التوفيق في الفصل الثاني. كذلك بغيت نطلب منكم يعني الناس اللي تشاهد فيا، اللي يعرفوا قناة تاعي، يعرفوا ناس يبغوا الطياب، يبغوا يعني تعجبهم قناتي، يبارطاجوا لهم القناة تاعي باش يديروا لي زابوني. راني دايره حملة تاع باش نوصلها ل5000 ابوني. كذلك اللي يتفرج وما يدير لي جيم، زعما علاه هادي بضرو ما ضروش، مش غادي تديلو ما با الوقت. الا درتي ابوني ولا ضغطتي على جيم ما تديلكش الوقت، بصح تنفعني انايا. ثالثا كذلك اللي يبغي تاني يدير لي كومنتير محفز، يعني يحفزني. هذا ما نقولكم، يعني نطلب منكم هكا بنات بلادي، انا بنت بلادكم، وان شاء الله تعاونوني، وكذلك انا نعاون اي واحد تاني يكون في الحاجه ليا. المهم اليوم عندنا القوارط، هي هذه كيفيه تقليديه مستغالميه، يعني من تاع مستغانم يديروها بزاف. اذا حماتي سيبت لي قوارط، قلت نبارطاجيهم معكم. نحتاجوا القوارط هادو، نحتاجوا البن، الفرماج غريير ولا فرماج روج وكيسموه والفيونداشي. اذا نجيبوا قصعه نحطوا فيها دوك القوارط، اي كان يطلع عليكم. نحطوا فيها دوك القوارط، نديروا شويه زيت ونقعدوا نحبكوا فيها دوك القوارط بالزيت. الا كانوا قوارط يعني كل واحد والكيفيه تاعو، الا كانوا قوارط محبوكين مليح يعني شابين ما مش غادي ينتحلوا لك، ولكن كاين ناس ما يخدمهمش مليح. اذا ينتحلوا، يعني لازم كي ديريهم بحذر. اذا حطيت دوك القوارط في القصعه، حطيت الزيت وقعدت نحبك فيهم بيديا، ومن بعد نجيب يعني تكون القدره تغلي فوق الغاز، نجيبوا الماء ونقعدوا نرشوا فيها في الماء ونشرب فيها بيديا. فهمتوني؟ انا الطريقه تاع اللي درت الماء ما تصورتش عندي هنا، كنت وحدي، كنت نصور في روحي وحدي، يعني نخدم بيد ونصور بيد. اذا كما قلت لكم نشربوها بالماء، نقعدوا نرشوا غير في الماء بشويه ونشربوا نشربوا نشربوا حتى اللي نحسوا بلي دوك القوارض شربوا. نحطوهم على جهه، خلوهم شويه زعما يشربوا داك الماء اللي شربناه لها، ونغطوهم ونخلوهم واحد هكا واحد 10 دقائق، ولا نرجعوا نجيبوا الكسكاس تاعنا ونديروهم في الكسكاس ونديروهم يفور. اذا كما قلت لكم هاد القوارض يصنعوهم بالماشينه هذيك تاع القريوشه، نظن نصنعوهم واقيلا بالماشينه تاع القريوشه. انا المهم حماتي سيبتهم لي، ربي يحفظها ويسترها ان شاء الله. اذا يجوا محبوبين بزاف، حتى الاطفال يبغوهم. اذا كما قلت لكم نديروها في الكسكاس كيما هاك، راهي ناشفه، شوفوا كي نشفت نديروها تفور. التفويره الاولى انا غادي نفورها اليوم 3 مرات، يعني ولا شفتوا القوارط هادو مش محبوكين مليح، يعني من الاحسن تفوروهم غير 2 خطرات. من بعد جبت مقله، ربيت فيها حبه بصل، درت فيها شويه زيت وقعدت نقلب فيها فوق الغاز. هنايا راني ضفت لها شويه ملح ونقعد نقلب في هذاك البصل. شوفوا هنا صاي البصل تاعنا راهو تقلى، نجيبوا الفيونداشي تاعنا ونديروه لها. درت له الفلفل الاسود كذلك، يعني في التوابل درت غير الملح ودرت الفلفل الاسود، هذا ما درت. اذا نشدو نحركوا في هذاك الفيونداشي بما يتكورناش، نخلطو كيما هكا بهذه الطريقه ونحلو فيه بالمغرف. اذا ها هو الفيونداشي تاعنا طاب، تقدروا ديروه بالبولي اشي كذلك، يعني ما مشي كميه كبيره تاع فيونداشي، حاجه قليله. اذا هنايا كي طاب الفيونداشي طفيت عليه وغطيته وخليته على جهه. هنا القوارض تاعنا يعني فاروا التفويره الاولى، نروح نحطوهم في القصعه ونفوروهم، يعني نعاودوهم عادي كيما نعاودو الطعام. بصح انا لا باس غادي نعاود لكم كاع كي عاودتو خير. اذا نحيتو كامل من الكسكاس كيما هاك. اذا درت الزيت والملح
ونجيبو شويه ماء غالي نخلطوه بشويه بارد ونقعدو نرشو فيه بيدينا. اذا نرشو غير بشويه ونخلطو، تبغي تخلطي بيديك تبغي تخلطي بالمغرف، اذا كيما تبغوا. اذا نقعدو غير كيما هكا حتى اللي نعرفوها بلي تشربت هذاك الماء. الا شفنا يخصها نزيدوها، الا شفناها ما خصهاش ما نزيدوش. هنايا انا صدت يخص يعني زدت ثاني. اذا ونقعد نخلط، تحسوا بها نتوما تحسوا بها كي تكون ميها وكي تشرب، يعني كي تشرب تحسوها بلي خلاص شربت داك الماء تزيدوها شويه وحده اخرى. اذا ونعاودوا كذلك نغطوها نخلوها شويه تشرب هذاك الماء ونخلوها على جهه. اذا هنا راهي تشربت، شوفوا شربت كامل هذاك الماء حتى لا كولير تاعها تبدلت. نديروها في الكسكاس ونفوروها التفويره الزوجه. لاحظوا معايا يعني فورنا الاولى عاودناها وهذه الزوجه. اذا هنا فارت هذه التفويره الزوجه، يعني درتها فارت وجبتها. اذا نعاودها بنفس الطريقه كما الاولى، يعني نجيبوا الماء غالي درت معاه شويه بارد يعني يكون دافي. ايوا ونقعد نشرب فيها بهذه الطريقه، يعني نصب عليها الماء ونخلط. ما نفرغش الماء يعني مره واحده، يعني نرشو غير بشويه وناخذ. هنايا لؤي قال لك عطوني شويه، شوفوا كي يعطيناه مغرف كي يدير. شوف درنا كيما هكا. قلت لكم حتى الدراري وتعجبهم. اذا هنايا صاي راهي تشربت، نعاودوها. اذا التفويره الثالثه، يعني فهمتوا درنا التفويره الاولى عاودناها زدنا الزوجه وعاودناها، ويعني وراح نزيدوها التفويره الثالثه وهذه الاخيره. يعني كل واحد على حساب القوارط اللي عنده. كاين اللي يديرهم شوربه كذلك، بصح هذه الكيفيه زعما طريقه شابه بزاف بزاف وتجي بنينه. مام حتى درتي على ضيافك غادي تحمر لك وجهك. اذا فورناها وعاودنا جبناها هذه المره الثالثه. كي جبناها غادي ندير لها شويه دهان ولا ماكارين ونقعدوا ندهنوا فيها. اذا هنا غادي نديروها. جبنا صحن درت فيه كامل دوك القوارض، جبت هذاك الفيونداشي. شوفوا كي درتو بهذه الطريقه، وما بين يعني خط تاع فيونداشي وخط تاع الزوج درت البيض مطبوخ مرابي، يعني طبخت البيض على جهه ورابيته. كذلك هذاك الفرماج، يعني هذاك الفرماج مش غادي يقدني، روحت شريت فرماج هذاك اللي نرابوه عادي اللي نشروه تاع 10,000. اذا ورابيته وخلطته معاه. اذا ونقعدوا دوك الفراغات نعمر فيهم بالفرماج كيما راكم تشوفوا فيا ندير. شوفوا اذا درت فيونداشي ومن بعد خط يعني فارغ وخط تاع بيض مطبوخ مرابي، ودرت في وسطهم الفرماج رابي. اذا وزينته بالبيض المطبوخ. شوفوا تجي روعه 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 شابه بزاف، تجي بنينه. يعني تكلف حاجه قليله ماشي بزاف، وكذلك تحمر لك وجهك مع الضياف. هنا درت اللبن، حنا نبغوا البن تاع الصمام، درنا البن تاع الصمام. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ما تنساوش قلت لكم يعني راني محتاجه الدعم تاعكم، وإلا ما عاونتونيش نتوما يعني ما كاش اللي يعاوني. شكون اللي بيعاوني؟ يعني يعاونك ولاد بلادك. ان شاء الله كامل تسمعوا ليا وتلبوا لي النداء تاعي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شهيتكم في الجنه ان شاء الله.